السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا اليوم عن الكرة السودانية. نبدأ بتطور الهلال ونخش في مرحلة نمو المريخ مع مع التحديث الجديد ده، يعني مع ال- الرئيس الجديد، مع التطلعات، مع المشروع الجديد. أولا طبعا عندنا في السودان الكل يعلم إنه نادي الهلال هو النادي الأول في السودان، يعني من حيث الجاهزية، من حيث التطور، يعني من حيث التقدم، حتى من حيث التسجيلات والكرة الجميلة. بيجي بعده طوالي نادي المريخ. المريخ طبعا نادي كبير، وبصراحة نحن محتاجين للمريخ كسودانيين أو ككورة سودانية أو كمحبين للرياضة، محتاجين للمريخ. المريخ عمل خطوة كويسة شديد يعني نقول في بداية السنة دي. قدر إنه يعني يجيب إدارة جديدة، وقدر إنه يعني ينظم أوراقه. يعني هسي شفنا اليوم ظهر لهم بيان وإنه بتعيين المدرب السلفيني من سلفانيا، دي مدرسة جديدة على المريخ. نتمنى إنه المريخ يستفيد منها، لأنه نحن بحاجة إلى المريخ كسودانيين وككورة سودانية. مدرب اسمه أرمين سيلياك، مدرب سلفيني، مدرسة جديدة على السودان وعلى المريخ كذلك، نتمنى يستفيد منها. بصراحة كده يعني الكرة السودانية محتاجة يعني لأربعة خمسة ستة فرق كده أو سبعة فرق، يعني تكون في مستوى المريخ وفي مستوى الهلال. يعني لأنه نحن بصراحة يعني عندنا اللعيبة محتاجين مدربين من الخارج. يعني هسه عندنا الترتيب بتاع بتاع الممتاز، يعني في أندية كبيرة، يعني ما متواجدة. يعني عندك الترتيب، عندك الهلال، المريخ، عندك هلال الساحل، الأهلي الشندي، هلال الفاشر، الأهلي الخرطوم، حدوب النهود. يعني دي السبع فرق دي الأولى في الممتاز. يعني ده الترتيب بتاع 2013 ده، يعني الترتيب من الهلال لغاية عندك حدوب النهود. دي السبع فرق. يعني عندك الموردة وين، عندك الخرطوم ثلاثة، عندك يعني في أندية مفترض توتي، في أندية يعني مفترض برضو يعني نشوف لها أداء وتقدم. بصراحة نحن محتاجين للتسجيلات وللتقاعدات مع المدربين الأجانب لتطوير الكرة السودانية. محتاجين يعني هسه دي دفعة كويسة للمريخ، إنه يعني قدر برضه في الموسم ده قدر إنه يصرح لعيبته، يعني يعيرهم إلى الأندية بغض النظر عن الدوريات أو الأندية اللي يلعبوا فيها. يعني هسه عندنا دي خطوة كويسة بالنسبة للدوري الليبي وللعيبة السودانيين كذلك. لعيبة المريخ اللي سجلوا في الدوري الليبي ده، يعني على صعيد الأسامي نقول الجزولي نوح ده طبعا لاعب موهوب يا جماعة. جزولي نوح ده يعني هو محمد عبد الرحمن، ممكن ده للمهاجمين، يعني بصراحة المهاجمين يعني اللي يحتاج لهم السودان. نحن يعني لنا زمن ما ظهر لنا مهاجم زي جزولي نوح أو زي محمد عبد الرحمن، دول اللي نحن لازم نحافظ عليهم. والكل يعلم يعني الموهبة اللي عندهم. عشان كده بصراحة نحن محتاجين لهم، لأنهم حيفيدونا في المنتخب الوطني، لأنه نحن مقبلين على تصفيات بتاع كأس عالم وحنقابل موريتانيا. الكل شاهد الكان وشاهد موريتانيا، يعني الكل يعرف كورة موريتانيا، كورة جميلة وكورة منظمة وكورة يعني في تطور. يعني احنا بحاجة إلى اللعيبة دي، وبحاجة إلى مدربين إنه يقدروا يعني يخط لمساتهم، ويعني ويضع أفكارهم في اللاعب السوداني. يعني اللاعب السوداني موهوب ومهاري وعنده الفكر وعنده الحماس وعنده الدافع للنجاح، ولكن تنقصنا الخبرة دي نجدها وين؟ في المدربين الأجانب وبعض التسجيلات من الخارج، يعني كلعيبة أو كمدربين. نحن محتاجين يعني هسي زي المريخ الخطوة اللي قام بها بتوقيع مع المدرب السلفيني ده لمدة عامين. نتمنى إنه المدرب ده يعني يستفيد من الكان اللي هسي يعني مستمر ده، إنه يحاول يسجل للمريخ زي 4 لاعب أو 5 لاعب تدعيمات. بالرغم إنه أيوة الوضع يعني الكل يعلم الوضع في السودان، ولكن نحن لازم نسعى في الرياضة دي إذا كان دارين إنه نشوف أنديتنا يعني في الأمم الأفريقية
وفي الدوريات الأفريقية نشوفها يعني توب. والكل يعني شاهد إنه الدول اللي حولنا دي إنه كرة اتطورت والناس بدأت يعني تهتم بالرياضة. أقرب مثال موريتانيا، يعني موريتانيا دي يعني ناس ما شاء الله يستحقوا التطور ويستحقوا التقدم، يستحقوا المركز اللي هم فيه هسي، لأنه الناس دي اجتهدوا وصابروا يعني وعندهم اللعيبة. نحن كذلك كسودانيين ما ينقصنا شيء يعني، يعني عندنا اللعيبة، عندنا المساحة برضه كذلك لبناء الميادين الأندية يعني وتطويرها، ده كله متوفر. ولكن الخبرة بتاعت اللعيبة الأجانب والمدربين الأجانب دي مهمة شديد. نحن لازم الخطوة اللي قام بها المريخ دي خطوة مشرفة، ونتمنى من باقي الأندية يعني الأقل من المريخ يعني كمستوى وكترتيب. يعني مثلا هنا عندنا هلال الساحل، هلال الساحل كذلك نتمنى له يعني الإنشاء والتقديم وكده. وعندك الأهلي شندي وهلال الفاشر والأهلي الخرطوم وحيدوب النهود، يعني دي السبعة أندية المتسلسلة من الهلال لغاية حيدوب النهود. نتمنى الأندية دي يعني تستفيد من الكان الهسي مستمر ده، ويسجلوا بعض اللعيبة. عندنا اللعيبة في أفريقيا هنا يعني ما غاليين، يعني الغلا اللي بقول عليه ذاك يعني ممكن تقول يعني فيهم بعض في متناول الإيد يعني. نتمنى من الأندية السودانية إنه يعني تستمر في الدعم. ونحن كسودانيين بصراحة كمحبين للكرة السودانية محتاجين للهلال ومحتاجين للمريخ ومحتاجين للدافع ومحتاجين للحماس والشغف بتاع اللاعب السوداني والحب السوداني والمشجع السوداني للكرة. وإن شاء الله نشوفكم في فيديو قادم عن التسجيلات اللي حنشوفها من لمسات المدرب الجديد السلفيني ده للمريخ. ونقول ألف مبروك للمريخ وألف ألف مبروك للهلال. وتطور الهلال معناه تطور المريخ، وتطور المريخ وتطور الهلال معناه تطور الدوري السوداني، تطور الدوري السوداني معناه تطور السودان عامة. نتمنى التوفيق للجميع وللكرة السودانية خاصة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.